في بعض من المشاهير الله يهديهم ويصلحهم ويستر عليهم، وايد ماخذين مقلب في اعمارهم، خصوصا المشاهير اللي محسوبين على ريايل. وايد ماخذين مقلب في اعمارهم، ما اعرف ليش، علشان عدد المتابعين ولا علشان الناس تتداول مقاطعهم، فيحس انه محبوب واي شيء يسويه الناس تتقبله. الاحظ عليهم في الاونة الاخيرة يحضرون مجالس، طبعا المجالس فيها ريايل وحريم، دايركت يدشون يسيرون صوب الحريم، يفتح الفيديو ويصور ويضحك ويكركر ويسولف. قسم بالله انه عيب، والله العظيم عيب. وفي حد من البنات يعني يسولفن، ولكن مبين في الفيديو ان الباقيات اللي موجودات في المحاضرة متضايقات من التصوير. سير للبنات ويصور ويضحك، مثلا لو ساير يسألهم عن المحاضرة، عن شيء فيما يخص عنوان لا، ساير يصورهم وكأنهم أصدقاء وفي مجلس رمضاني شو المسخرة هذه؟ والله العظيم عيب عيب. إذا تبغي تصور في مجلس في محاضرة، ممكن تصور من بعيد الحريم، تطلعهم على أساس الحضور في رجال وفي نساء. أما تصيرون دايركت للحريم وتسولفون وتضحكون وكأنكم في إيفنت مال أكشاك الحريم وعبي ومخاوير. لا، فرق بين الإيفنتات والأكشاك والعبي والمخاوير والبخور، وفرق بين الجلسات الرمضانية المحاضرات المحترمة. تصيرون دايركت للحريم وتصورون وتضحكوا، ومبين في الفيديو ان في حريم موجودات وطلعا في الشاشة والله متضايقات. ايش هالمسخرة هذه؟ يعني هذيلا وصلوا لمرحلة ان على بالهم ان الكل يتقبل منهم اي شيء يسوونه. والمصيبة ما حد مثلا من اللي موجودين او من المتابعين او من المقربين يقول له عيب لا تصور مرة ثانية هالاشياء. الناس ما تحب الحريم، ما يحب انهن يطلعن في كاميرا او في تصوير معين. ابتلشنا فيهم قسم بالله، الله لا يبلانا.